بسرعة قياسية نحكي معك مباراة المغرب البرازيل. المنتخب المغربي حقق انتصار مهم على المنتخب البرازيلي، مهم من حيث رمزية المباراة. أو المنتخب عربي ظهر لي هي انتصار على البرازيل، مش من رمزية المباراة ولا الجمعية. اليوم المغرب عندها البوا نتاعها. تثبت محمد انا وياك في الدوامه هنا وقت اللي قلت لك المغرب تنجم توصل ديمي فينال في الكوب دي موند. بالضبط. يعني اليوم وقت اللي تبدا عندك جوارات وعندك فريق مش تفدلك، يعني ناس كي تراهم يلعبوا مع البرازيل. مالغري البرازيل البارح محمد فيها كان أربعة من نجوم، هاي أربعة من نجوم الآخرين، حتى اللي جوارات الستة الآخرين وانتونور جديد جابهم من البرازيل. مي البرازيل تقعد ديما البرازيل. أما اليوم وقت اللي تولي عندك فريق ومدرب كيف هذاك من غير عقد، ناس وصلت دومي فينال، والمغرب توا ولات حتى برشا جمعيات. انت شوف البرازيل وتو تشوف المغرب قداش من جمعيات يوليو يحبوا يلعبوا ماتش لي ماتش اميكو مع المغرب. واضح. دونك ولا الجمعيه شفتوا الماتش قعدت تفرج فيه من نص الليل حتى لاخر وقت. باهي المغرب جمعيه كبيره برشا. محمد كانت ومالغري البونتو غلط راهو فيه الجارديان بتاع المغرب. الجارديان غلط ودخلها 100 بقينا. الحاجه اللي قاعد كي تتفرج في الماتش ما عادش تحس هذه بايكيب البرازيل وهذه ايكيب عربي. تحس معناها ماتش نتاع زوج جمعيات، فرد مستوى فرد قوه. وذيك القوه اليوم ديما نقول لك كي يبدا عندك مدرب خشين ولاعبين خشين، وزيد فما حاجه محمد ملاعبيه ذوما يلعبوا في لو نيفو. ناس تلعب على الكوب مستوى عالي برشا، مستوى عالي. المدرب وليد الركراكي يقول اون باتيو البرازيل اون بلان رمضان ابخي لو تراويح، يعني هذا يقول انتصرنا على منتخب البرازيل في قلب رمضان وبعد التراويح. تصريح مثلا كان قالوا مدرب تونسي، وانا نفكر في يوم من الايام نبيل معلول كي قال نعمل صلاه الاستخاره باللاعبين طارق العليمي. تعرف شنو صار عليه اليوم؟ مدرب المنتخب المغربي يربط الانتصار نتاعو بصلاه التراويح بشهر رمضان شهر الصيام ورمزيته الدينيه عندنا نحن المسلمين. هاي ايش بيه؟ شنو المشكله؟ ليه نعرف عاد شبيه، بالعكس نحن في تونس كي قال المدرب نتاعنا في يوم من الايام نعمل صلاه الاستخاره. شوف ايش بيه وشنو المشكل؟ بمعنى انه الركراكي كي خرج قال كنت اتذكر في كاس العالم اعقدوا النيه في كل تصريح صحفي قبل ما يوصل للدومي فينال، يقول اعقدوا النيه رانا باش ننتصروا. ثم ايمانيات موجوده وثم عمل موجود وثم فريق موجود وثم اطار فني موجود وثم اداره موجوده وثم اموال مرصوده وثم لاعبين قادرين انهم مش يمشيوا بيك. يعني نحن نستعين بالله بما لنا من قدرات. مانيش انا باش نرقد في الدار ونقول بالله خلي تهبط علي اموال. مانيش انا باش نرقد في الدار باش نفكر كوب دي موند قبل بنهار نلبس صباط الكوره ونمشي ونكوروا. ثم حاجه موجوده في المغرب، ثم جامعه ملكيه مغربيه تخدم في خدمه رهيبه، ثم تمويل ملكي من القصر الملكي لكره القدم الملكيه، ثم اختيار متميز كان فيه برشا خوف وليد الركراكي وقت تم اختياره، لكن اثبت اللي هو الرجل المرحله. ثم لاعبين اختاروا المغرب والمغرب اختارتهم ونجحوا مع بعضهم، اللي يخلي ويسمح لوليد الركراكي باش يقول عقدوا النيه، يسمح لوليد الركراكي باش يقول ربحنا في المغرب ربحت البرازيل في رمضان بعد صلاه التراويح. الحمد والشكر لله ديما نقولوها مهما كانت النتائج، ولكن يسمح له بذلك. عنده قاعده نتاع عمل تسمح له بذلك. مباراة المغرب والبرازيل تأكد ذلك. نعطيك إحصائيات بعجالة اليوم، ما تحسش إنه ثم البرازيل المغرب 11 تسديدة للمغرب 14 تسديدة للبرازيل. نسبة الاستحواذ 54 للبرازيل 46% للمغرب. لي باس خالد رقم كبير 406 تمريرة للمغرب 489 تمريرة للبرازيل، معدل التمريرات العالم يعني 500. ثم نسبة النجاح في التمريرة 83%، نسبة نجاح متاع تمريرة يعني تمريرات صحاح 83% نسبة نجاح التمريرات. وبالتالي المغرب كان في جلباب المونديالي، كان في جلباب رابع العالم. ما ننساوش رابع العالم، رابع العالم. شوف كي دخل المغرب يستضيف البرازيل في مدينة طنجة بملعب متميز بجماهير متميزة، يلعبوا تحت الضوء مش كيما نحن لعبنا البارح ماضي ساعة ونص نعمل كلان دوي. البارح راهو في البلاي اوت لعبت جولة كاملة ولعبت ستاد تونيزيان كونتر سيدي بوزيد في ملعب سيدي بوزيد في درجة حرارة كيما البارح في بوزيد ماضي ساعة ونص. ناس لعبت ماضي ساعة ونص. المغرب في نفس قبل بنهار يستضيف البرازيل في مدينة طنجة بطاقة استيعاب ملآنة. شوف الستوري تاع جوارات البرازيل على المغرب. شوف يعني على انستغرام كم كبير صار المنتخب المغربي. هو ذاك علاش شوف هو ساعة المغرب اليوم دخل كبير، دخل رابع العالم. راهو هذه حاجة مهمة. دخل المنتخب يراهن على تنظيم كأس افريقيا 2025 ويراهن على تنظيم كأس العالم 2030. ما دخلش باش انه يتربح من البرازيل، هو داخل وعنده كثير من الامكانيات. اليوم ضف لذلك عمل مباراة كبيرة بالرجلة، قيد اللي هو ربح البرازيل 2-1، وبالتالي برافو المغرب. واضح.